الترجي على اليسار والأهلي على اليمين في أقوى اختبار هذا اليوم بين هؤلاء الكبار، الترجي من تونس والأهلي من مصر. إذا مشاهدينا متابعينا، قمة نارية إفريقية بألوان عربية في نصف نهائي في مربع الذهب بعد عديد الأتعاب والتعب. الترجي من أجل العودة إلى الدور النهائي اللي غاب عليه 10 سنين منذ 2000 وقلوب الصنوبر، والأهلي المصري 5 سنوات على 6. وهذا الترجي والتدخل من شريف عبد الفضيل، وبداية بدون عملية جس نبض بين الفريقين. مباراة كبيرة منتظرة، مباراة رهيبة مثيرة بين العملاقين، وكما يقال دائما إذا التقى عملاقان ينسى ما سبق. الترجي عملاق الكرة التونسية والأهلي عملاق الكرة المصرية بأثواب إفريقية عربية. نتمنى هذه الأمسية الكروية تكون بأحلى روح رياضية. ركنية للترجي، دقيقة أولى والترجي في وضعية هجومية. تقدم ثنائي محور الدفاع محمد بن منصور ووليد الهشري، يبقى خليل شمام كاليبيرو في التكتي على الدفاع، والكرة طويلة في القائم الأول، والكرة جول 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 جول. الترجي الرياضي التونسي بالتحدي منذ الدقيقة الأولى يسجل الهدف الأول. بداية تونسية نارية، والنار في ملعب النار في ملعب رادس الترجي يحدث الفارق منذ الدقيقة الأولى. مباراة مجنونة منذ دقيقتها الأولى، مسعورة بلغة الفن النبيل، بلغة ألوان الكرة. هدف ل0 للترجي. بداية ولا في الأحلام، بداية ولا في الأحلام للكرة التونسية. الأهلي المصري منذ البداية لم يفهم معنى الرواية، معنى الحكاية. هدف ل0 للترجي منذ الدقيقة الأولى. الحكم الغالي لمطي في حوار مباشر مع لاعبي الأهلي بقيادة حسام غالي كابتن النادي الأهلي. الكرة في وسط الميدان، والترجي في أقوى رهان يحقق الرسمي في هذا الامتحان بواقع الأقدام. 1-0 للترجي. أجواء جماهيرية رهيبة جدا جدا في الملعب الأولمبي برادس. عنده كرة التماس ويحاول التغطية، ولكن الدفاع حسام غالي يخسر الحوار، وكرة مرتدة والتسديد من مجدي تراوي. كرة صاروخية عابرة للقارات من اللاعب اللي تمكن من الفوز بكأس رابطة أبطال إفريقيا 2007 مع النجم الرياضي الساحلي ضد نفس المنافس الأهلي المصري. كرة رائعة جدا من مجدي تراوي، مرت بردا وسلاما على الحارس الشريف. والكرة الآن أهلاوية في هذا الوقت وهذا الزمان. الترجي هو السلطان، وهذه كرة سريعة مرتدة من أسامة الدراجي، لكن كثافة عددية كبيرة أهلاوية. الدراجي بطريقته المثالية يحافظ على الكرة بتغطية نموذجية. إنرامو ولا محاولة الكرة ومجدي تراوي، والرأسية من الغدار الدراجي. الدراجي غدار الترجي بلمسة رأسية كذا يأتي بالثنائية. كرة من حسام غالي، محمد بركات قبله أريسون عفول، وأجمر الترجي، والترجي اللي يوسع. كرة غدارة خطيرة رهيبة من الترجي. والهدف الثاني هدف كل الأماني ضاع على الترجي الرياضي التونسي. الدراجي لما يتحرك، الدراجي هو الرسام بلغة الأقدام، وكما لقب في الفيفا في الاتحاد الدولي لكرة القدم بيكاسو الكرة التونسية. يرسم بريشة اللوحات الفنية فوق الميادين العربية والإفريقية. هذا هو السلاح القوي للترجي في هذا الموسم المتميز. أسامة الدراجي قد يكون أفضل لاعب إفريقي محلي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هذا الموسم، والشيء من مأتاه لا يستغرب. اللي يجري على اليمين أريسون أفول بنسخة كربونية. دراجي أفول والمساكني، يمر الدراجي عملية خطوات، لكن التسلل الراية سبقت المهارة. كرة رائعة من المايسترو الدراجي. لما يتحرك الدراجي مخيف مرعب مذهل لاعب الترجي بامكانياته الفنيه بالاختراقات الهجوميه.
لاعب كبير، لاعب كبير منتظر رحيله على الترجي في اقرب المواعيد. امامه 3 لاعبين، يوسف المساكني تدرج ثانية بالكرة من جانب الترجي، وسام الدراجي يتلاعب به حسام عاشور، يتقدم ويعطي الكرة للمساكني، المساكني يحاول المرور، المساكني يحاول العبور، يوسف يراوغ والركنية. نجومية ترجية تونسية بالمساكني الفنان، بالدراجي الرسام، وبمايكل انرامو هداف قوي في هذا الامتحان. ترجع الكرة لاريسون عفول، البحث عن انرامو، هفوه من احمد السيد، والدراجي يمر، الدراجي امامه 3 لاعبين، والرسام يراوغ، وانرامو يسدد. كرة نيجيرية ترجع، والحارس اكرامي بامتياز يخرج الكرة لا محالة. الحكم غاني اللمتي كان قراره بالصافرة قبل تحدي النيجيري. الكرة ترجع مصرية، مدرجات ملعب نادس تهتز لكل هجمة ترجية. طويلة لأحمد فتحي، محمد فضل، خالد القربي، المساكني الدراجي، مساحات موجودة في دفاع الأهلي، الدراجي العياري، انرامو يضيع الضربة القاضية بعد منظومة جماعية ترجية من أعلى التراس. أكيد الشوارع الآن تتراوي، وفي هذه اللحظة يعلن لمتي الغاني ويؤشر على وصول الترجي إلى الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الأفريقية. مليون مبروك للترجي وللكرة التونسية، هارد لك وحظ أوفر للكرة المصرية وللنادي الأهلي نادي القرن الأفريقي. الترجي مشاهدينا الكرام بعد 10 سنوات يعود للدور النهائي لكأس رابطة أبطال أفريقيا من الباب الكبير بعد إقصائه للأهلي القدير في معمعة كبيرة. جماهير الترجي حذرت بكل قوة، الكرة التونسية تسترجع الهيبة القارية عبر الترجي شيخ الأندية التونسية.
بارك الله معناتها جمهور كبير كيما هذا واحد لازم يفرحوا ماك تعرف معناتها واحد التالي شتات تصب والزلقه بفلقه كيما يقول سي فوزي. الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكروه اليوم على الكاليفيكاسيون الفينال وان شاء الله. زميتون صعيبه ياسر خرج بها كونترول اورونتي الجمهور كل شيء وقت تفرهد تنفس حتى ليكيب تنفس. الحمد لله جبتها كي ربي وفقني فيها كانت تنجم تزلق كيف كذا اما خطفت لي بون الحمد لله وزيد انا تكنيكمون مش خايب. معلش لونتونت بينك انت واليشري تكاب ماتش بعد ماتش. صحيح معناتها كل ديما علينا وليد ديما نقعدوا ديما نحكيو حتى قبل الماتش وكل شيء ديما نحكيو مع بعضنا. الحمد لله يا ربي معناتها خدمنا خدمه باهيه وقاعدين معناتها كل ماتش قاعدين نتحسنوا كل ماتش قاعدين معناتها نتفاهموا اكثر مع بعضنا. After Maradona in World Cup, this was the hand of God again. Yeah, I don't even know what to say. I just only gonna say Alhamdulillah Ya Rabbi. Because I don't know, I just saw the crossing, I watched with my head and I just saw a goal, you know, I don't know how it happens. But Alhamdulillah, it was a reflex of the, like in their home game, they score with hand and they say it's a goal and... doesn't matter if you score with head, with hand, even with... The referee, it doesn't matter, it's the ball in the net and the referee blows goal is a goal. Alhamdulillah Ya Rabbi. Ali, 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 Roma. Ali, 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 Roma. Ali, Roma. Ali, Roma. جينا الترجي واليوم جينا بالليل ولادي يبدونا فراجي معك لخير الدنيا. Très préparé sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan technique, tactique. يعني ملاعبيتنا لعبوا الماتش اللي كي الفالي كما قلت معناتها في وسط الجمعه اللي الترجي خاف كلمه الترجي والترجي كي يلعب كيما يلزموا يلعب لك حتى حد ما ينجم يربحوا في الظروف كما اليوم في ملعب كما اليوم في جماهير كما جماهير اليوم يظهر لي وكما قلت سورتو نحيي برشا لي تاد سبرين تاع الملاعبيه تاع اليوم اللي كان جاو يلعبوا ديما هكايا معناتها نتصور اللي يربحوا لي ماتش نتاعهم الكل اولما سواء في تونس ولا في الشامبيونز ليج. ليك تمشي تدوش صار فيك رازي خذ خطفه في انتظار يعني استجوبه اخرى. احمد فرحه حتى الفاس حطتها فوق كتافه سي فوزي يظهر لي فرحه كبيره. رغم ممطر والواحد عرقان والطقس بارد والواحد عرقان عادي مقابله كيما هكا مقابله حماسيه مقابله يعني كل غلطة عندها قيمتها وعندها أهميتها. الحمد لله الملايات كانوا في مستوى كبير اليوم عملوا مقابلة كبيرة ضد فريق نعتبره فريق كبير من نفس التوقيت. فانت أهم شيء بالنسبة لنا كما اتفقنا كانوا نلعبوا بإمكانياتنا نلعبوا على الفري فالور نتاعنا. يظهر لي هذا اللي عملناه لكن بعد حال اذا تشوفوا الاهلي المصري ما طورش لعبه اليوم ما نجمش يطور لعبه ولا دوره في مصر قد يلعب على الكرات الطويله فهمتني ويستناو في الكره الثانيه. هذا قرينا له حسابه ما قصروش وصلوا ميدان كان ديما متواجد باش نسكروا عليهم الكرات الثانيه. ضغطنا عليهم معناتها من الامام من الوسط ونعتبر كنا نجحنا كنا نجم نسجلوا اهداف اكثر لو تحكمنا اكثر. لكن في مقابله كما هكا مع شبان كي شبان الترجي هذاك المطلوب منهم عملوه. ولو نقول لك سجلنا هدف ثاني ممكن اللاعبين يكونوا يلعبوا اكثر اريحيه وكنا نجم نسجلوا حتى اكثر كما العاده. شكرا سي فوزي. والى جانب بيكاسو العرب كما اطلقت عليه الفيفا بيكاسو يعني اليوم بصراحه درجي كنت رجعت يعني للفورمه نتاعك اللي نعرفوا عليه. والله الحمد لله واحد عنده برشا يرجع الفورمه الحمد لله التوفيق من عند ربي. وشفتوا ماتش ما كان سهل ماتش صعيب الحمد لله عرفنا كيفاش نجريو الماتش. الاوبجيكتيف تاعنا كنا باش الترشح للفينال هذا الاوبجيكتيف تاعنا حققناه. مازالت با اخرى للفينال ان شاء الله في الفينال ان شاء الله تكمل الفرحه ان شاء الله في الفينال ان شاء الله.